صح شريبتك من تونس. تقاليد وطقوس خاصة تطبع شهر رمضان الكريم في تونس. يبدأ التونسيون استعداداتهم لاستقبال رمضان بتنظيف البيوت واقتناء أوان جديدة وشراء مؤونة الشهر. ومن العادات الحميدة التي تسبق دخول رمضان ما يسميه التونسيون بالقرش، والذي يختلف حسب المناطق. ففي الساحل تصنع الفطاير بالزبيب، وفي الشمال الغربي تحضر العصيدة بالدقيق والسمن والعسل. أما أهل الجنوب فيطبخون بركوكش. تعد وجبة السحور مهمة بالنسبة للتونسيين، ويحضرون خلالها أطباقاً متنوعة، من أهمها العصيدة والمسفوف والبسيسة. وفي رمضان تتزين المائدة التونسية بأشهى الأطباق، وعلى رأسها البريك، وهو نوع من الفطائر المحشوة بالدجاج أو اللحم أو البيض، إلى جانب إحساء الفريك باللحم أو الدجاج، وسلاطة مشوية أي السلطة المشوية. ومن الأطباق الرئيسية على المائدة الرمضانية في تونس الطاجين، الذي يحضر بالجبن والبيض وبعض الخضروات وأنواع من اللحوم، ويخبز في الفرن. ومن أشهر الحلويات التقليدية التي يقبل عليها التونسيون في شهر رمضان الزلابية والمخارق، إلى جانب المقروض القيرواني. بعد تناول الإفطار يحيي التونسيون بعضهم بعبارة صح شريبتك، وكلمة شريبتك يعود معناها على ما يتناوله الصائم عند إفطاره. وفي ليلة النصف من رمضان وليلة 27 يحضر التونسيون وجبة الكسكسي، وغالبا ما تكون بلحم العلوش أي الخروف. يتميز شهر رمضان في تونس بكونه شهر الأفراح، حيث يتبرك التونسيون بهذا الشهر وتقام حفلات الخطبة. وفي ليلة 27 من رمضان يقدم الخاطب هدية لخطيبته، وتسمى هذه العادة بالموسم. كما تحتفل بعض العائلات في ليلة القدر بختان أطفالها، وتنظم سهرات دينية تحييها فرق إنشادية يسميها التونسيون بالسلامية. وهي مجموعة من الفرق التي تؤدي وصلات تمجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز العادات التونسية ما يسمى حق الملح، وهي هدية يقدمها الزوج لزوجته في عيد الفطر تقديراً منه على جهودها خلال شهر رمضان. يحتل شهر رمضان مكانة كبيرة في قلوب التونسيين، حيث تمتلئ الجوامع بالمصلين من أجل الصلاة أو سماع الدروس الدينية التي تحرص المساجد على زيادتها خلال هذا الشهر الكريم.